فيلمنا بيبدأ في غرب قارة أمريكا الشمالية، واللي بنشوف فيها قطيع من الخيول النادرة، وبتظهر ما بينهم فرسة وهي بتولد حصان صغير شكله جميل، وبنعرف إن اسمه سبريت، واللي بيكون متحمس جدا لاستكشاف العالم. وبعدها بنشوفه وهو بيجري مع قطيع الخيول، وكمان بيروح يلعب مع الخيول الصغيرة، وبيقفوا يشربوا من البحيرة. وفجأة بيخاف كل أصحابه وبيطلعوا يجروا من المكان، بس بينبهر سبريت جدا لما بيشوف قطيع التيران وهما بيشربوا من البحيرة، واللي بالرغم من حجمهم الضخم ما بيكونش سبريت خايف منهم. بالعكس، ده بيلعب مع الثور القائد، وبيبقى كأن الثور بيسأله انت ازاي ما خفتش مننا، بس سبريت بيقوله انه ما عملوش حاجة تخليه يخاف. فبيقوله الثور انه فخور بيه لانه شجاع، وبيسلم عليه وبيسيبه وبيمشي. وبتعدي الأيام وبيكبر سبريت، وبنشوفه وهو بيتسابق مع صديقه النسر، وبالفعل بيقدر سبريت إنه يتفوق عليه وبيسابقه. وبعدها بنعرف إن سبريت بقى هو قائد قطيع الخيول. وفي يوم من الأيام بنشوف أسد مفترس وبيكون عاوز يصطاد حصان صغير